اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في اخت عزيزة طلبت مني حاجة للكلف. اقول لك بقى يا حبيبة قلبي على حاجات للكلف، وان شاء الله هتشوفي نتيجة ترضيك. بصي يا حبيبة قلبي، احنا عندنا اول حاجة الطحينة دي بنعملها يعني مع السلطة، يعتبر سلطة بتتاكل، هي معمولة بالسمسم والزيت. هناخد معلقة من الطحينة، وهناخد عليها معلقة، بس العيار واحد، يعني معلقة تعايري بيها الطحينة عايري بيها اللبن. حطي معلقة طحينة خام، وحطي عليها معلقة بودرة لبن بودرة برضو، وبعد كده اعجنيهم بماء الورد. ده بالنسبة للبشرة الحساسة اللي مش مستحملة اي حاجة، يعني ده امن جدا للبشرة الحساسة. حطيها حوالي نص ساعة، والله لو زادت فترة اطول من نص ما بتضرش، لان البشرة كل ما بتشرب الحاجات دي كل ما بتدي نتيجة احسن. بعد كده دلكيها بشكل دائري، واغسلي وشك بمية فترة وشوفي النتيجة. لو بشرتك، انا في ماسك يعني زي ده انا عاملاه في القناة جوه، لو قنوات في افلام فيديوهات كتير للبشرة، بس في واحد بالطحينة برضو، بس انا مش حاطة فيه ماء ورد بس، لا ده انا حاطة فيه طحينة ومش حاطة لبن بودرة، وحاطة عليها خل التفاح وليمون، وبرضو منضفاها ده بالليمون. يعني شوفيها برضو لو عجبتك الوصفة التانية دي استعمليها برضو، انا بس دي عشان لو بشرتك ما تستحملش الليمون يعني ولا خل التفاح. دي واحدة هتحطيها نص ساعة او ساعة الا ربع، او مستعجلة حتى خليها يعني تلت ساعة، بس بصراحة كل ما تقعد كل ما تيجي احسن. دي واحدة. التانية كمان يا حبيبة قلبي، هنا عندنا برضو الكركم هتاخدي 3 معالق كركم، وهتاخدي عليهم معلقة فازلين، معلقة واحدة فازلين اهو، نفس المعلقة اللي هتعايري بيها دي هتعايري بيها دي، وهتعجنيهم بزيت السمسم. زيت السمسم طبعا احنا بنحطه على البشره، وبنحطه في الاكل، وممكن يعني ممكن يتشرب كمان، مفيش منه مشكله خالص. زيت السمسم هتعجني الكركم بزيت السمسم، الكركم بالفازلين، يعني احنا قلنا معلقه فازلين ثلاثة كركم وواحده فازلين، وحوالي 3 برضه هيبقى زيت زيتون، زيت سمسم، عشان هتعجنيهم حسب ما تشوفيها قدامك تخينه عايزه تطرى شويه. ده اللي هيبان معاك العيار، عشان ممكن تاخدي معلقه مثلا تكون صغيره كده، هقول لك لو حط لك معلقتين او 3 يبقى قليله كتيره، وممكن تاخدي معلقه كده. اللي يحكم وانت بتعجنيها شوفي قد ايه هي مرنه معاكوا كويسه. يبقى احنا هنا عندنا 2، واحده الطحينه باللبن البودره وماء الورد، والتانيه بالجريسلين والكركم وزيت السمسم. احنا عندنا وصفتين كده. بتاعت الكركم بقى تعملي ايه؟ هتحطيها برضو زي ما هي كده، لو دي مثلا اهي، لو التانية قدامك كده حسيها تخنت شويه حطي، لو كانت تخينه كده شويه ممكن تحطي، لان الحاجات دي كلها بتقعد فتره بتلاقيها تخنت تاني، تحطي شويه زيت سمسم تاني عليها. بتاعه الطحينه لو لقيتيها بعد فتره تخنت تقيله، حطي برضو شويه ماء ورد لو عملتيها وقعدت فتره يعني موجوده عندك. وعلى فكره الاتنين ما بيخسروش ابدا، يعني لو قعدتيهم فتره عندك موجودين في اي مكان مش هيبوظوا، لا دي ولا دي، لان دي ممكن دي برضو تحطيها في التلاجة تستعملي منها لو فاض منك شويه يعني. الاتنين حلوين جدا. وفي برضو ماسكات عندنا جوه في القناه، ادخلي شوفيهم بقى حبيبه قلبي، هتلاقي في حاجات كتير قوي للبشره، لتبييض وتنعيم وحاجات. الاساسي ده بيشيل التصبغات حلو جدا الماسك ده، ومعاه برضو ماسك الطحينه باللبن وماء الورد او بالليمون والخل التفاح، برضو بيشيل تصبغات جميل جدا وبيشيل كلف، بس الواحد يستمر.
يعني اي حاجه عايزه استمرار. استمري كل يوم، لو انت عملت كل يوم ماسكين حتى لو 3 وما بيعملش حاجه، حطيها على وشك وتحركي في البيت زي ما انت عايزه، سواء ده ولا ده ولا اي حاجه، مش ما فيش حاجه بتقع. اتحركي زي ما انت عايزه واعملي حاجتك براحتك، مش هتعطلي. لو عملت كل يوم ماسك مش هيقول لا، مش ما فيش ضرر للبشره. لو عملتي مرتين في اليوم برضه ما فيش ضرر، بس المهم تستمري. وفي كمان حاجه تانية، في الجل الصبار، انا مش معايا بس دلوقتي. جل الصبار برضو بعد ما تخلصي اي ماسك وغسلتي بشرتك بميه فتره وتتكبسيها، يعني ما تقعديش تدعكي بالفوطه، لا كبسي بالفوطه، كبسي على البشره. تعملي ايه؟ تدهني جل الصبار على بشرتك، جميل جدا، خليه على طول على البشره، يعني كل بشرتك ما تجف منه حطي منه. تقعدي تعملي حاجه تعمليها تاني مفيش مشكله. عندك كمان خل التفاح، خل التفاح جيبي قطنه كده من قطن المكياج المدور ده وبليها خل التفاح وامسحي بيها وشك، جميل جدا لاي بقع ولاي تصبغات في البشره. في حاجات كتير قوي. عندك ماء الورد، بلاش الخل، ما عندكيش خل وعندك ماء ورد، اعملي بماء الورد وقطنه وامسحي وشك كل شويه بشرتك. في حاجات كتير جدا، يعني دول لو استمرت عليهم، حتى لو ما عندكيش كل الحاجات دي، خل واحده بس. لو ما عندكيش كركم، ممكن لو بشرتك تستحمل حطي قرفه. القرفه برضو مع الجليسلين حلوه جدا، مع برضو زيت الزيتون، زيت اللوز، السمسم، معلش عفوا، زيت السمسم هتمشي برضو كويس قوي. بصي في حاجات كتير بقى، هي كل الحاجات دي هتخلي بشرتك زي الفل. ده من اول مره. حطي كده ده، اعملي الماسك ده كده دلوقتي وحطيه على بشرتك وسيبيه نص ساعه، وافركي دائما كده دائري بشرتك واغسليها وشوفي النتيجه. برضو نفس الحكايه، الطحينه، ماسك الطحينه باللبن بماء الورد او بالليمون والخل التفاح، جميل جدا. بصي الحاجات دي حلوه جدا. بس في حاجات تانية مهمه برضو ناخد بالنا منها. نهتم بفيتامين د عشان البشره، نهتم بفيتامين ه برضو. الكبسين في كبسولات في الصيدليات، وفي نقط، ازازه صغيره نقط كده تلاقيها فيتامين د. يعني برضو خلي في منظومه الاكل بتاعنا فيتامين د، خلي فيتامين ه، خلي اوميجا 3 موجوده برضو في كبسولات برضو في الصيدليه. الحاجات دي حلوه جدا. وانت ممكن لو عندك فيتامين د قرص كبسوله خديها وفضيها على دول وحطيها على بشرتك، جميله جدا. عندك برضو اوميجا 3 حطيها برضو، سواء على دي ولا على دي، مش هتقول لا خالص ولا هتعمل ضرر، لان احنا الحاجات دي بنستعملها كمكمل غذائي، مفيش اي ضرر. بس المهم حبيبه قلبي استمري. الاستمرار هو اللي بيخلي البشره تاخد وضعها الصح. ده بيشيل التصبغات، بيشيل كل الشوائب اللي على البشره. وفي بس عندك برضو هتلاقي جوه في القناه في حاجات كتير قوي في الاول كده، في ماسكات كتير جدا جميله. وبعدين احنا عاملين لسه من فتره برضو كان في ماسك كمون مطحون، لو تاخدي بالك تشوفيه كده، كمون مطحون عندك، جميل جدا، كمون وقرفه برضو جميل. بصي كل الحاجات دي استمري بس عليها، اعملي لو مره ولا 2 في اليوم، مش الحاجات دي مش ضرر، مفيش ضرر خالص على البشره. دول بقى لا فيها زروطه ولا فيها اي حاجه. عايز تعملي سكراب وتنضفي بشرتك قبلها، ممكن شويه عسل وشويه سكر وحطيهم على البشره، افركي بيهم كده البشره فتره وسيبيها تلت ساعه ولا ربع ساعه واشطفيها برضو، اشطفي البشره قبل ما تحطي. لو انت عايزه تعملي سكراب قبلها، جيبي شويه سكر، معلقه سكر ومعلقتين، واعجنيهم بعسل، وغالبا معلقه عسل على 3 معالق سكر، لو بودره ماشي، لو اللي هو بنستعمله في الشاي برضو ماشي. اعمليها سكراب وحطي عليها اي برضو كبسوله فيتامين ب، فيتامين لو في برضو عندك نقطتين شويه يعني زيت جزر، زيت جزر جميل جدا للبشره برضو هتحطيها في حاجات كتير قوي. يعني وانت قاعده حتى في البيت كده، لو ما عندكيش اي حاجه تعمليها من الحاجات دي كلها، هاتي زيت الجزر بس يكون زيت حر، يعني ما يكونش مغشوش، وشويه كده في ايدك وزعيهم على بشرتك، دلكيهم بشره وسيبيها. ممكن برضو زيت السمسم، زيت السمسم برضو من غير اي حاجه، لو ما فيش اي حاجه من دول ماسكه عندك، استمر على زيت السمسم شويه، دلكي بيهم بشرتك وسيبيهم
هتلاقي البشره نورت. في حاجات كتير، الحاجات دي كلها استمري بس انت فيها، وعرفيني بقى ايه اللي حصل التطورات. عرفيني الاخبار، البشره بتيجي النتيجه يعني مشيت، بتبدا تبان بقى النتيجه عندك، هتبان من اول مره البشره. يعني اول ما تعمليها اول مره هتحسي بفرق جامد جدا، سواء على بشره الايد او على الوجه. بس يا حبيبه قلبي، وانا يسعدني ان يعني اي حد يقول لي على اي حاجه، انا ما اتاخرش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.